السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن فوائد الكرياتين وكيفية استخدامه وأنواعه. يلا بينا. ايه هو الكرياتين؟ الكرياتين هو مركب اصلا موجود في جسم الانسان، وده بيساعد على انتاج الاي تي بي. الاي تي بي ده هو اصلا الطاقة اللي موجودة جوه الخلية، وهو ده اللي بيحرك الخلية. فائدة الكرياتين بقى ان هو بيساعدنا على زيادة الحجم العضلي، ويساعدنا على زيادة الطاقة، وبالتالي ده هيساعدنا ان احنا نرفع اوزان اكتر، وبالتالي ده هيؤدي لتطور الكتلة العضلية بتاعتنا وتطور المستوى بتاعنا. طب ايه جرعة الكرياتين اللي انا المفروض اخدها يوميا؟ المفروض اخد في اليوم حوالي 5 جرام كرياتين، ولو انا في فترة التحميل هاخد 20 جرام. طب هحط قصادهم قد ايه مية؟ لكل 5 جرام كرياتين بنحط نص لتر مية او ربع لتر مية. ولو في فترة التحميل هاخد حوالي يعني من لتر ل 2 لتر فوق احتياجي الاساسي من المية. وبالنسبة لأشهر أنواع الكرياتين عندنا في السوق المصري، فعندنا 3 أنواع: ال HCl والمونوهيدريت والمايكرونايزد. هنبدأ بالكرياتين ال HCl، وده الميزة اللي فيه إن هو بيكون ذوبانه أسرع في المية علشان مرتبط بجزيئات الهيدروكلوريك، فبالتالي بيكون ذوبانه أسرع بكتير في المية. تاني نوع معانا الكرياتين المايكرونايزد، وده بيكون ذوبانه أسرع في المية عشان هو تقريبا يعني يعتبر هو مشابه للكرياتين المونوهيدريت، بس هو مطحون، فبالتالي بيكون ذوبانه أسرع بكتير جدا في المية. وفي عندنا تالت نوع اللي هو المونوهيدريت، وهو أكتر نوع بيكون أكثر فاعلية، وبيكون كمان أرخصهم، وده أنا في نظري هو أحسن نوع كرياتين. طب تشتري انهي نوع كرياتين؟ انا في نظري الخاص ان انت تشتري الكرياتين المونوهيدرات. ليه؟ لثلاث اسباب. رقم واحد، ان هو اكتر كرياتين بيدي فعالية في ان هو بيديك قوة عضلية ويديك حجم عضلي، وده هيساعدك اكيد طبعا على ان انت التطور بتاعك. رقم اتنين، السعر بتاعه، وهو يعتبر ارخص نوع كرياتين موجود في السوق. رقم تلاتة، التوافر بتاعه، ولذلك يعني كرياتين المونوهيدرات يعتبر هو متوفر في السوق بصورة كبيرة جدا. بس لو عجبكم الفيديو، متنسوش بقى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة.